في فندق على أطراف المدينة، كل اللي بات فيه ليلة واحدة اختفى قبل الفجر، والكاميرات سجلت حاجة محدش قدر يفسرها. الناس كانت بتتكلم عن فندق السلام القديم، مقفول من سنين بعد ما حصلت فيه جريمة قتل غامضة. بس أدهم، مصور بيحب يستكشف الأماكن المهجورة، قرر يدخل يصور فيديو بالليل عشان يزود متابعينه. دخل الفندق الساعة 11، الكاميرا في إيده، والهواء كان بارد بطريقة غريبة. الطابق الأول مليان تراب والأبواب بتترج لوحدها، لكنه لما طلع الدور الثاني سجل حاجة خلته يندم إنه دخل. في آخر الكوريدور كان في باب أوضة مفتوح والنور الخفيف جاي منه. لما قرب شاف شخص قاعد على السرير ظهره للكاميرا. قاله أدهم بخوف: باشا، المكان ده مقفول من سنين، انت مين؟ الشخص ما تحركش، لكن لما أدهم رفع الكاميرا تاني السرير فاضي. الصوت اتبدل لأنفاس قريبة جدا من المايك وصوت بيهمس: صورتني ليه؟ آخر حاجة ظهرت في الفيديو كانت وش أدهم في الكاميرا وعينيه مفتوحة على الآخر، وفي الخلفية مراية فيها نفس الشخص اللي كان على السرير واقف ورا الكاميرا. بعدها الكاميرا وقعت وفضلت تسجل لحد الصبح. الشرطة لقت الكاميرا بس ما لقوش أدهم أبدا.